السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الناس اللي بتسأل هو أنا ليه بقوم محامي، واتكلمنا وقلنا إن المحامي هو اللي بيشيل عنك عبء القضية لحد ما تخلص، وإن أنت مش ملم بالقوانين، وإن القوانين دائما بتتغير وبتتبدل وبيحصل عليها تعديلات، وأنت مش ملم بالكلام ده. النهارده في الفيديو ده بقول لك هو مين المحامي اللي انت ترفعه. المحامي اللي هو بيبقى ممتلك قلب الحضور في الجلسة كلها، مش القاضي بس، بيبقى مستحوذ على الساحة. لما بيغضب في مرافعته تحس ان الكل غضب معاه، لما صوته بيعلى بيشد انتباه الكل، بيعرف امتى يرفع صوته، امتى يخفض صوته، امتى ينفعل، امتى يثور، امتى يرد الخصم، امتى يصمت للقاضي بيقول ايه. المحامي اللي هو عنده شرف المهنة، اللي هو بيدافع عنك كأن القضية قضيته الشخصية. فحاول تستنقي وتحسن الاختيار عشان ما تقولش المحاميين مش كويسين، المحاميين تعبوني، المحاميين ضروني. انت بتسيء الاختيار، مش معنى ان فيه واحد او اتنين وحشين ان يبقى الفئة كلها وحشة. اي مجال في الدنيا فيه الوحش وفيه الحلو. فعشان كده بقول لك لما تروح لمحامي زي ما انا قلت لك لازم يكون معاك محامي، احسن الاختيار عشان مصلحتك. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومات.